عارفين انتوا البيتزا اللي حجمها 5x لارج اللي في مطاعم بتباعها بالقطعه الواحده زي دي؟ هنعملها في البيت، وكمان ستافد كراست، حاجه كده جريمه، بس جريمه حلوه قوي. هنحتاج كوبايه ميه دافيه، معلقه سكر وخميره، ولما الخميره تشتغل نضيف الدقيق والملح. اكتر سؤال بيجيلي عايزين عجان كويس بسعر حلو، عشان كده هكلمكم على عجان زاده. عجان ديجيتال، الحله بتاعته 10 لتر، شايفين كبيره ازاي؟ بيجي معاه 3 اسلحه للعجن والخفق وغطا للحل، معاه ضمان 3 سنين. الشاشه الديجيتال فيها 3 برامج للعجن والخفق، ممكن تزودوا الوقت او تقللوه وبيفصل تلقائي. ممكن تستخدموه مانيوال، هو 9 سرعات، شايفين ثباته على اقصى سرعه. نزود الميه بالتدريج لحد ما العجينه تلم. عايزه اقول لكم ان التروس الداخليه من المعدن، يعني عمر اطول للجهاز. العجينه اتعجنت حلو قوي، دهنتها زيت وغطيتها تخمر، وده شكلها بعد ساعه. رشه دقيق محترمه وننزل بالعجينه نلمها على جوه كده. الحركه دي بتحبس الهواء جوه العجينه وبتعمل كراست مظبوط. نغطيها ونسيبها نص ساعه كمان. جبت قالب موتزاريلا من السوبر ماركت، قطعتها شرايح، بعد كده بالطول بالحجم ده. رشه دقيق على العجينه وفردتها في صينيه